قام مجموعة من المشاغبين بالتنمر على فتاة داخل الحافلة، وعندما رأى رجل ما ذلك ابتسم بهدوء. أخبر السائق أولاً أن يغادر الحافلة ويقفل الباب، ثم أفرغ مسدسه من الرصاص وقال ببرود: سأجعلكم تدفعون الثمن. ضحك المشاغبون ساخرين، لكن سول أمسك بزجاجة وضرب بها أحدهم مباشرة وأسقطه مغشياً عليه. أحدهم أخرج خنجراً وهاجم سول من الخلف، لكنه سرعان ما طرح أرضاً بضربة خاطفة. أمر الفتاة بالهروب، ثم قطع حزام الأمان وربطه بكفه استعداداً للقتال، وبضربات سريعة أطاح بأربعة منهم بضربة لكل واحد، غير أن أحدهم أمسك بمسدس فانتزع سول مسند ذراع من المقعد وضربه به الضربة القاضية. نقل المشاغبون إلى المستشفى، وعندما رأى زعيم العصابة شقيقه ملقى على السرير اشتعل غضباً، وبحث بسرعة عن عنوان سول وأرسل قاتلاً محترفاً لاغتياله. لكن عندما رأى سول سيارة العصابة تقترب، أمر عائلته بالاختباء في القبو، وقبل زوجته وقال: لا تتصلي بالشرطة. أطفأ الأنوار جميعها، ثم تسلل القتلة إلى المنزل، بينما كان سول ينتظر في الظلال ممسكا بعصا بيسبول. بعد 10 دقائق فتح سول باب القبو، فتفاجأت عائلته بجثث القتلة ممددة على الأرض. أرسلهم إلى مكان آمن، ثم سكب البنزين على القتلة وأشعل فيهم النار حتى احترقوا بالكامل. اندفع سول بعدها إلى وكر العصابة ممسكا برشاش، وبعد أن تخلص من الحراس صب البنزين داخل خرطوم حريق وأشعله، وامتدت النيران لتحرق أموال العصابة كلها. ثم ظهر سول أمام الزعيم مباشرة، أحاط به رجال العصابة ووجهوا أسلحتهم نحوه، لكنه أخرج قنبلة بهدوء. وحين رأى الزعيم ملامحه الهادئة مسح سول فمه براحة وغادر المكان. لم يغادر بسيارته مباشرة، بل بدأ يضغط على البوق أمام المتجر لاستفزازه. عندما اندفع زعيم العصابة إلى المصنع حاملا سلاحه انفجر فيه لغم فمزقه إلى أشلاء. دخل المزيد من أفراد العصابة من جهة أخرى، لكن سول فعل فخا آخر وقطع طريقهم، وبعد أن نفدت كل الفخاخ اضطر سول إلى الاشتباك معهم بأسلحته. أطلق زعيم العصابة النار عليه بجنون، فقام سول بلصق قنبلة على درعه واقتحم المواجهة. وفي اللحظة التالية تناثر جسد الزعيم إلى أشلاء، بينما نهض سول دون أن يصاب بأذى.